السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كنافة الناس الطيبين، كنافة زمان اللي فوق عين البوتاجاز من غير فرن. يلا بينا. أول حاجة هنبتدي نسمي الله ونعمل كده الشربات. الشربات هنا أنا عايزاه تقيل عشان يبقى حلو كده للكنافة. حطيت كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية، وكمان كيس فانيليا أو كيسين فانيليا، أو لو عندك فانيليا سايلة مش مشكلة خالص، برضو ممكن تحطي. وعصرة ليمونة، بس ما تعصريش على الليمونة قوي زي كده وتحطي ليمون كتير علشان ما تمززش منك. هي عجبت الولاد لكن انا بالنسبة لي كانت مززة شوية، لاني عصرت الليمونة بكل قوة، يعني عصرت كل الليمونة ما خليتش كل النص. وكمان معلقة عسل. انا هنا حطيت عسل نحلة عشان ما كانش عندي عسل جلوكوز عشان الشربات بتاعي ما يسكرش. وعلى البارد كده هحاول ادوب السكر شوية واقلب العسل، ولو عندك عسل طبعا جلوكوز تحطي. تمام. وبعد كده هرفعه على النار. ارفعه بقى كده على النار. واول كده ما تظهر له الريمه بتاعته دي هحاول برضو اشيلها، زي ما انتم شايفين كده بالراحه خالص، ما اقلبش خالص ولا اي حاجه، دوبك اشيل الريمه بس البيضه دي اللي على الوش وخلاص. ولا اقلب ولا اجي جنب السكر من تحت ولا اي حاجه عشان ما يسكرش مني. اسيبه كده خلاص يعني يغلي. اول ما يغلي دقيقه والتاني على طول وهشيله من على النار. خلاص كده العسل بتاعي ده جاهز وفي النار، واشيله من على النار. ابتدي بقى في الكنافه بتاعتي. دي كنافه عشان تخليها كده تعملي يا اما تجيبي الكنافه تحطيها في الفريزر وتفركيها بايدك وتطحنيها وتنعنيها كده بايدك، يا اما تحطيها في كبه بقى تضربيها على طول. تمام. حطيت مع الكنافه هنا نص كوبايه سمنه ومعلقتين سكر، وابتدي اقلب فيها. هخلي كل الكنافه تشرب السمنه بتاعتها. وبعد كده اجيب الطاسه بتاعتي بقى، اذا كانت تيفال او المونيا او اي حاجه موجوده عندي، او جرانيت او سيراميك اللي موجود عندك خالص، هدهنها. هي مش هتلزق بس برضو لازم اتاكد وادهنها سمنه برضو. وبعد كده انزل بالكنافه كده، اسويها بقى واعمل طبقه كده من تحت. لو هحط مهلبيه هعلي الطبقه بتاعتي من الجناب وهحط المهلبيه بتاعتي. انا مش هحط مهلبيه، انا هعمل زي بتاعت زمان بالظبط كده، بالمكسرات العاديه ايام البركه كده، الفول السوداني والزبيب وجوز الهند، يعني موجودين ان شاء الله في كل بيت. وطبعا احنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، المكسرات دي عندكم موجوده واكتر منها كمان ان شاء الله. تمام كده. هبتدي اعمل الطبقه الاولانيه. ولو هحط مهلبيه زي ما قلت لكم تعلوا من الجناب كده الاول، وبعد كده تنزلوا بالمهلبيه بتاعتكم. تمام كده. انا بقى عندي اهو الزبيب والسوداني والجوز الهند، هحطهم كده واسويهم واحاول افرشهم في نص الكنافه كلها يعني. تمام كده. وبعد كده ابتدي بالمقدار بتاعي، ده حوالي يعني اقل من نص كيلو عشان الصينيه دي طبعا صغيره. تمام. ابتدي كده برضه اغطيها تاني زي ما عملت في الاول، افردها واغطي كل الحشوه بتاعتي كويس. بعد ما اتاكد اني فردتها كويس هدوس عليها جامد علشان تمسك في بعضها. معلقه السكر اللي حطيتها مع الكنافه هتخليها تعمل طبق كده وتمسك، ما تبقاش مفرفته مني. اضغط بقى كده بايدي او باي حاجه، او ممكن اجيب صينيه قد الصينيه دي واضغط بيها برضه. تمام كده. واجي بقى على النار. اهم حاجه على النار لما تحطيها النار بتاعتك تبقى هاديه خالص، والصينيه بتاعتك ما تحطيهاش في النص وتسيبيها، لا، الصينيه لازم تحطيها من على الحرف وتلفي كل دقيقه او كل ثواني، كل 10 ثواني مثلا، كل من فين لفين ايدك ماسكه الصينيه، ما تسيبيهاش ابدا، تلفي على طول. تلفي داير ما يدور ومن الاحرف، تلفي داير ما يدور وما الاحرف، ما تركزيش على النص عشان ما تحرقش منك. شايفه انا بركز على الحرف بس، الحرف توسع من الحرف لجوه، عشان لو حطيتيها في النص هتتحرق منك وتتحرق زي كده. افضل الف. اول ما الاقيها ثابت من الجناب، اول ما الاقيها ثابت من الجناب ولونها اصفر كده وبقى ذهبي، الاحرف بتاعتها ديت بس، عارفه ان هي كده اتحمرت من تحت. هي بس ثابت من الجناب، عارفه ان هي اتحمرت من تحت. تمام. خلي بالي ما احطهاش على النار واسيبها طبعا، لكن النار هاديه خالص. الموضوع يعني عايز صبر، بس هي والله ما خدتش معايا كتير، بس يعني برضه لازم تكوني حريصه علشان ما تشيطش منك ويبقى طعمها مش سليم. تمام. يعني تعملي حاجه تحطي جنبك زي ما انتم شايفين كده، بتقلبي من كل ناحيه شويه. اول ما الاقيها اتسلقت مني كده خلاص هطفي النار شايفين كده، واشيلها بقى من على النار. بس كده بتاكد من النص عشان لما اجي اقلبها تبقى كلها ان شاء الله لون واحد وحمرا جميله باذن الله. خلاص كده ثابت معايا اهي.
هجيب بقى طبق كده او صينيه، طبعا بالراحه وامسك بالفوطه عشان هي لسه سخنه طالعه منزلاها من على النار. واجيب الفوطه بتاعتي ومن تحت كده وهسمي الله هقلب. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ولا كأنها في الفيديو، صح؟ كأنها جاية من الفرن. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. خدنا اللون الأساسي بقى اللي هو ايه، يكون من على الوش يعني. بعد كده هدين برضو حوالي معلقة سمنة كده، هوزعها شوية في الصينية كويس، وبالراحة كده هحاول احط صينية الكنافة اللي انا قلبتها دي تاني عشان تاخد الوش التاني من تحت. تمام كده، بالراحة كده بسم الله برضو، وهنزلها كده بالشويش بالراحه عشان ايه ما تكسرش مني او تقسم مني برضو ايه كده. بصوا، ايوه تمام كده، زق بايدي كده عشان اظبطها بس كده. وعلى البوتاجاز من كده سهله جدا اهي. كل اللي ما عندوش فرن بقى ما شاء الله، دي طريقه ستي وستك ومامتي ومامتي كمان من الناس الطيبين. احطها تاني على النار، مش هطول بقى كتير يعني، هخلي يدوب بس تاخد لون كده علشان ايه، طبعا هي حمرا اهي ما شاء الله حلوه، تاخد لون كده بس كده. وبعد كده ايه لما احس ان هي احمرت شويه او مسكت نفسها كده من تحت، هقوم ايه شايلاها من على النار. طبعا الشربات كان بيض بقى كده، هنزل عليها دي ان شاء الله بس اتاكد بس ان هي ايه خدت لون. وبرده نفس الموضوع الف على الطريقه اللي انتوا شايفين كده، لون جميل ايه، الجهات بتبقى زي ما قلبتها كده ما شاء الله، يعني كانها طالعه من الفرن بالظبط. ظبطي حاجتك، خلي بالك بص كده النار، يعني بوريكم النار برضه هاديه خالص عشان كل شيء. يعني بصراحه المره الثانيه دي كتير زي اول مره. معلش بقى اذا كان الفيديو ده طول شويه، بس لازم اوريكم التكات فيها علشان تعملوها وتدعوا لي، ما تدعوش عليا. كمان بقى مامتي ومامتك كانوا بيعملوها كده على البوتاجاز، وكانوا بيحشوها كمان ما شاء الله يعني، زي كده يعني، بس كانوا بيعملوها بقى في صواني ألمونيا، ما كانش فيها تيفال ولا الكلام ده. بعد كده اهي هنا وقفتها بقى وجبت الشربات بتاعي، هنزل عليها دي بقى وحسب ما انت بتحبي. طبعا الشربات زي ما انت بتحبي، هي الكنافه بتحبي الشربات الكتير طبعا، بس برضو انت حسب ايه رغبتك. تمام، يعني الشربات اللي عملناه ده ما شاء الله كفه وفاض شويه وخليت منه كمان يعني. بس ايه كلها كده الشربات، ممكن اخليها تبرد لكن انا مش هخليها تبرد طبعا عشان اقطعها واوريكم الجمال. بسم الله ما شاء الله، شايفين تحفه، دي مش كنافه دي تحفه. طبعا عملتها لكل اللي طلبوها مني، يا رب تعجبهم يا رب، ويا رب الفيديو يعجبكم، والكنافه اللي على النار اللي على البوتاجاز من فوق تكون عجبتكم يا رب. وما تنسوش بقى بتاعه حلوه كده من قلبكم، ولايك وتشاروا الفيديو لكل اصحابكم عشان القناه تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا ان شاء الله. نقطعها بقى كده مع بعض ونسمي الله، لسه طالعه والله ما حطيتها في التلاجة اهي، شايفين ما شاء الله. حد يصدق ان دي فوق عين البوتاجاز من غير فرن؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه وروعه. اعملي بس انت الحاجات اللي قلت لك عليها دي والتكات بالراحه كده، وان شاء الله هتبقى معاكي زي الفل. بصوا الجمال، حاجه يعني تحفه، شايفين روعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والكنافه تكون عجبتكم، وبستنى منكم تعليقات حلوه كتير يا رب، وجربوها وقولوا ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.